اهلا بيكم في فيديو جديد، وكل ما تشوف فيديو ليا هتقول لي هل من مزيد، وانا عشان بحبك هقول لك اكيد. فيلمنا النهارده بيبتدي بسباق الموتوسيكلات. يوني بيكسب السباق وبيغلب البنت اللي هو معجب بيها، وبعد الفوز بيبقى ماشي مع صاحبته وبيلاقي البنت دي وهي بتحط بنزين للموتوسيكل. صاحبته بتقول له ان هو يروح يكلمها، وراح يتكلم معاها فعلا وقالت له انه كان بيسوق كويس النهارده في السباق، وبصت ناحيه صاحبته وقالت له شكلها متضايقه، وركبت الموتوسيكل بتاعها ومشي. وبيتحكي ان قبل 3000 سنه كان في حرب وبقى في هدنه مؤقته في المدينه، وفي السنين الاخيره ابتدت الميه ان هي تخلص من المدينه والسكان مش لاقيين ميه تكفيهم. في الوقت اللي يوني كان بيشتغل في شركه توصيل مزيفه بيهربوا الميه وبيبيعوها. بعدها بيروح يكسر السد بتاع المدينه علشان يوصل ميه كتير لاهل المدينه، وتاني يوم عرف ان هم زودوا الحراسه على السد. بيروح لصاحبته اللي بتقول له ان امبارح في حد كسر السد بتاع المدينه وبيدوروا عليه علشان عايزين يمسكوه، وانه لو ما اتمسكش مش هيجيبوا ميه للمدينه تاني. بتركب معاه الموتوسيكل ولسه هيمشوا وبيقابلوا واحد من المسؤولين عن الميه. بيشوف الموتوسيكل بتاعه وبيبقى عايز يشتريه منه، بس في الزحمه بيمشي ومش بيرد عليهم. بيروح لابوه واخوه وبيقعدوا ياكلوا وبيتكلموا عن ازمه الميه وعن السد، وابوه بيقول له انه عايز يمسك اللي كسر السد، فهو مش بيعجبه الكلام وبيسيبهم وبيمشي لانه ماهوش عاجبه الوضع والعيشه اللي هم عايشين فيها من غير ميه، وان في ناس تانية يبقى عندها الميه وبتتحكم فيها. بيركب هو وصاحبته الموتوسيكل وبيلاحظ ان في عربيات ماشيه وراهم، ولما بيقفوا عند مزلقان القطر على ما يعدي بيلاقي اللي جنبه في العربيه ابن اللي بيتحكم في الميه، وبرضه بيقول له ان الموتوسيكل بتاعه عاجبه عايزه، وان اي حاجه بتعجبه لازم ياخدها. بس هو بيرد عليه ويقول له اي حاجه الا الموتوسيكل بتاعي. في وقت ما بيحس بخطر حواليه وموتوسيكلات كتير بتحاوطه بيجري منهم علشان يهرب، بس بيطاردوه وكمان بيطاردوا الراجل اللي في العربيه لغايه ما بيعمل حادث. بينطوا من العربيه وبيهربوا منه، بس فجاه بيلاقوا سهام من التلج بتتضرب عليهم وبتدخل اجسامهم، واللي بيضربهم بيها الشاب اللي بتظهر منه قوه التنين. ويوني بيقع على الارض وبيحاصروه، وبيلاقي ان صاحبته كمان مضروبه ومرميه على الارض جنبه، فبيتعصب وبيكتشف ان هو كمان عنده قدرات تنين خارقه، وبيعمل نار حواليه وبيضرب الشاب اللي بيتعور من النار، ورجالته بياخدوه ويمشوا وهم مستغربين من اللي بيحصل. بيفوق يوني في المستشفى وبيلاقي الدكتوره بتاعته هي البنت اللي كان بيسابقها ومعجب بيها. بتبص على الجروح بتاعته وبتساله انت ازاي الجروح بتاعتك خفت بسرعه كده، فبيفتكر اللي حصل له وبيسال على صاحبته، بس للاسف بيلاقي ان رجلها اتقطعت وما عرفوش ينقذوها. بعدها بيخرج من المستشفى وبيجي له اخوه علشان يطمن عليه، وبتيجي عربيات كتير عليهم. بينزل من العربيه راجل وبيعرض عليه فلوس كتير كتعويض يعني عن اللي حصل. هو مش بيوافق على اللي هو بيقوله وبيسيبه ويمشي، فالراجل ده بيروح لواحد تاني في العربيه ويقول له احنا لازم نقتله زي اللي قبله. بيبعتوا وراهم ناس يقتلوهم، وبيبقى هو راكب الموتوسيكل بتاعه واخوه راكب العربيه وبيطاردوهم. وفجاه عربيه ضخمه بتخبط عربيه اخوه وتطيرها. هو بيحاول ينقذه وياخده معاه على الموتوسيكل، بس لما بيقفوا بيلاقوا وحشين اتنين عايزين يقتلوهم، فبتظهر قوه التنين عليه تاني وبيحرق الوحش اللي كتفه. وفي اللحظه اللي الوحش التاني بيهجم عليه ظهر واحد ما يعرفوش وبيضرب الوحش ويدافع عنه، وهو بياخد اخوه يجري على المستشفى علشان يحاول ينقذه. وبيجي الراجل اللي بيتحكم في الميه وبيقول لابنه انه مش مستغرب ان هم اتهزموا قدامه، والابن بيقول له انا اللي عايز اقتله. فابوه بيضربه وبيوري له ايده وبيقول له انا الملك التنين، وبيقول له ان يوني ده عنده سحر وعنف كبير وكان هيقتل الشيطان نفسه. والمساعد بتاع ابوه بيقول له ان باباك استخدم كل قوته علشان يجيب عمود تنين فولاذي ويرجعه للحياه تاني بعد لما يوني قتله قبل كده، وذاكرته اتمسحت علشان كده مش فاكر اللي حصل. في الوقت ده بيروح يوني الراجل اللي انقذه وبيقول له انت ليه بتناديني بالاسم الغريب ده نزاهه؟ فقال له علشان انت نزاهه، واكيد ابوك حكى لك قصه النزاهه دون والملك التنين. وبيقول له ان النار اللي بيطلعها دي هي شخصيته الحقيقيه. في الوقت اللي الراجل بيقول للمساعد بتاعه ان لؤلؤه التنين بتاعته لسه ما شحنتش الطاقه بتاعتها، وان كده محتاج حد يساعده علشان يعرف يقتل نزاهه. وبيروح للراجل اللي انقذ يوني وبيطلب منه يساعده ان هو يقتله زي ما هو بيعمل دايما، وبيدفع له فلوس كتير. بعدها بيروح ليوني ويقول له انه عايزه يعلمه يتحكم في القوه اللي عنده، فبيقول له ان هم لازم يعملوا درع حديد علشان نعرف نواجه النار وما تدخلش لجوه وتحرقك، وبيعلمه فنون القتال. وفي التدريب بيتضايق وبيتحول لنار. ده كان جزء من التدريب، والراجل قال له انت لسه بتغضب بسرعه. وبيروح لاصحابه وبتجيله الدكتوره وبتقول له ان اخوه ابتدى يتحسن. وفجاه بيلاقوا رجاله الراجل التنين بيهجموا عليهم وبيتقاتلوا، والمساعد بيطلع وحش كبير وبيهجموا على بعض. ويوني في الوقت المناسب بيتحول لنزاهه وبيقضي عليه ويوقعه على الارض. وبيروح واحد من زمايل يوني للشاب وبيقول له انه ممكن يساعده ان هو يقضي عليه، والتاني بيروح يطمن على اخوه في المستشفى، والدكتوره بتقول له ان اللي حصل ده مش ذنبك، واول مره شفتك حسيت ان انت مختلف. بتسمعهم صاحبته وبتقوم من على السرير وتقول لهم ان هي عايزه تبقى لوحدها شويه. بيروح زميله في الشغل لاوضه واحد من زمايلهم في المستشفى وبيفك مسامير من الدرع بتاع يوني، وزميله بيشوفه فبيجيب مخده ويخنقه بيها. ولما بيلاقي صاحبه يوني شايفاه من بعيد بيكسر رقبته وبيجري وراه، وفجاه الحيطه بتنفجر وبيلاقوا قذايف نازله عليهم من كل مكان. بيلبس الدرع بتاعه بسرعه علشان
موقفهم وبيظهر نزاهه، بس المسامير المفكوكه في الدرع خليته مش عارف يتحكم في النار كويس وبيفشل في المواجهه، والقذايف دي بتكون وصلت للمستشفى ودمرت اماكن فيها، وبيلاقي ان ابوه مصاب وبيموت وبيوصيه على اخوه وبيقول له عيش انت واخوك حياه كويسه مع بعض، وسابه ومات. والملك التنين خلى القرد يروح له علشان يعرف هو عمل ايه مع يوني، وبيقول له ان قوته زادت، وبيقول له ممكن يكون هو السبب لانه من مصلحته الملك يموت علشان ما حدش يعرف هو مين، وانه كمان مسيطر على كل الميه بالتنانين بتاعه الميه وبيتحكم فيهم، وبيهاجموا القرد اللي بيحاول يدافع عن نفسه بس كتفوه. وفجاه لقوا يوني داخل عليهم علشان عايز ينتقم منهم علشان قتلوا ابوه. بيحاول الملك التنين يكتفه بالسلاسل بس بيفكها، وابنه بيقول له ان عايز هو اللي يقتله فبيوافق. فبيقول له الشاب المره دي مش هتقتلني زي المره اللي فاتت. بيهاجموا على بعض ويضربوا بعض، الشاب بيضرب تلج ويوني بيضرب نار، بيتصاب يوني والدرع بتاعه بيتعطل، وفي الاخر بينط يوني فوق ظهر تنين التلج وبيشد العمود الفقري بتاعه وبيوقعه على الارض وبيهزمه، وبيفضل يوني يتقلب من الجروح، وبتهجم عليه فجاه البنت عايزه تقتله بالسيف، بس القرد بيمسكها وبيسيطر عليها، ويوني بيساله مين دي، فبيقول له ان هي تلميذه الشيطان، وهي بتقول له انت لازم تموت علشان بسببك ناس كتير ماتت. فافتكر ان هو صغير الملك قال له اعتذر والا هقتل كل اللي حواليك، وهو ما رضيش يعتذر، ولما اتصدم قال لها تمشي، وجاله القرد وساله هو ليه بيساعده، فقال له انه مش هو القرد ابو 6 ودان، وقال له ان هو الملك القرد، وخده وداه عند الحفره اللي فيها تنانين البحر اللي الملك التنين بيسخر قوتها علشان تشحن لؤلؤه التنين، وهو بياخد كل الميه العذبه اللي في المدينه لانها لازم تتحط فيها. بيروح للمستشفى وبيلاقي ان اخوه اتحسن، وبيعرف ان صاحبه اتعاون مع الملك التنين وخانه، وبيروح وينط في الحفره علشان يوصل قصر الملك في بحر الشمال، وبيجيله الملك التنين وبيهجم عليه ويحاربه وبيعرف يهرب منها، وبتيجي البنت وهي ماسكه الدكتوره وحاطه السيف على رقبتها وبتضربها تحدفها بعيد، وفجاه بيخبط في ايديها خطاف حديد وبيحبس ايديها، وبيظهر الملك وبيتحول للتنين وبيكتف يوني اللي ما بيعرفش يتحرك، بس يوني بيستجمع قوته وبيفك نفسه وبيهاجم الملك التنين والراجل اللي معاه، وبعدين بيجيله تنين الميه ولسه هيساعده بيلاقي الملك التنين ظهر تاني وبيقول له ان هياكل لؤلؤه التنين وان ده هيحرر تنانين البحر وهيحصل اعصار كبير في المدينه وهيموت كل حاجه. وحاول يوني يمسك الشرايط الحمراء اللي لفه على المكان اللي بتخرج منه ميه النهر والتنانين، بيحاول بكل قوته بس الدرع بتاعه بيتدمر بالتدريج والشرايط بتتحرق وتتفك، وبيحصل الاعصار في المدينه، وبيجيله الملك التنين ويقول له انت مجرد شخص عادي، وبيمسكه وبيضغط عليه وبيقول له انت اكيد مش نزاهه، بس يوني بيمسكه وبيتحول لنار، وبيقول له الحياه اللي اتوهبت ليا هي بس اللي تحدد انا مين مش انت اللي تقول، وبتضرب نار شديده في الملك التنين وبيموت، وبيقع يوني على الارض بعد ما درعه اتدمر، والدكتوره بتجيله وبتلبسه بقايا الدرع علشان ما يموتش. في الوقت اللي روحه بتطلع السما وبيكلم نزاهه ويقول له دلوقتي هيظهر شخصك التاني، وفجاه الشرايط الحمراء بترجع تاني وبيظهر نزاهه وبيرجع يوني للحياه، وبيمسك الشرايط الحمراء ويدمر بيها تنانين النهر وينهي بيها الاعصار اللي في المدينه. ودي كانت القوه الكامله لنزاهه اللي ضاعت منه من حوالي 3000 سنه علشان ما رضيش يعتذر للملك التنين، وطلع هو والدكتوره بره وبيلاقي الملك القرد مستنيه وقال له ان قدر يرجع لقوته تاني وانه دلوقتي بقى فعلا نزاهه. لما وصلت لنهايه فيلمنا يبقى حبيتنا ولازم تشترك عندنا، وقالت في كلمه ونص هتزيد بيك 1، وما تنساش تفعل الجرس علشان يظهر لك الفيديوهات بتاعتنا اول باول.